السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين، تحياتي لكم جميعا أينما كنتم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. الإخوان غتعطوا بارطاج في هذا الفيديو. المهم الإخوان غنتكلموا على المسألة ديال عريضة ود الشينوية في هذا سوء التفاهم اللي وقع. باش الاخوان غادي نتكلموا بصفه عامه بان هو هذا الشيء اللي دار الرضا والتشناويه ما خاصوش يقول هذيك الهضره عبر التواصل الاجتماعي، بانه خرج على اللعيب بزاف، يعني خرج ما خاصوش يقول هذيك الهضره كاع. ماشي حنا دابا مثلا غنمشيو نشوفوا شي حاجه في تيك توك ولا سميتو غنجيو نبداو نتكلموا فيها مع عبر التواصل الاجتماعي بانه هو شي حاجه كتكون شويه طايحه، ولكن خرج على السيطره. هو اصلا رضا والتشناويه كاين فايت فيه كندوز الحبس، ولكن هاد المره ثاني كيف ما كنقولوا غيولي يرجع ليه، حيث بان هو حنا غنتكلموا في واحد القضيه. المخزن ما كيظلم حتى شي واحد، واش دابا فهمتوا؟ المخزن ما كيظلم حتى شي واحد، بان هو هادشي هذا في غالب الامر البعض الاخوان اللي بغينا يعرفوا شنو كاين يعني بصفه عامه. هاد الشينويه هو فات السيطره ديالو. هادشي اللي دار راه بان هو يقدر يسبب له في المشكل، بان هو المخزن كيف ما كنقولوا الاخوان ما كيظلم حتى شي واحد. والله يهدي الجميع بان هو هذا الشيء اللي دار ما خاصوش يقول هذيك الهضره عبر التواصل الاجتماعي. جبت فهمتوا بان هو عبر التواصل الاجتماعي اصبحت كتهدد بخطر. جبت فهمتوا؟ يعني كتهدد بخطر. واش دابا فهمتوا؟ ولكن دابا مثلا كيجيو يسمعوا الهضره وكيبداو كيعاودوا يتكلموا عليها ثاني عبر التواصل الاجتماعي، يعني كحشومه وعيب. خاص بنادم يدير ديك الخدمه. علاش؟ بنادم كيبغي يدير الضجه، ولكن الضجه ما كتكونش بهذيك الطريقه، ما كتكونش بهاد المشاكل هذه. واش دابا تفهمتوا؟ بان هو بنادم عنده زايد ناقص، ولكن هذيك زايد ناقص ما خاصهاش تكون. هذيك زايد ناقص كتسبب في المشاكل. على بعض الاخوان اللي بغينا يعرفوا اشنو كاين. المهم هاد القضيه اللي يعني خرج تكلم بها، انا ما غاديش نزيد الاخوان نزيد ندوي في هذا الموضوع، حيت حتى مثلا داز شي فيديو ولا شي حاجه ما يمكنش لينا ممكن تعاود الفيديو. المهم هاد الشيء اللي سبب فيه ولد الشينويه كيسبب له في الخطر، في الحبس، ماشي في الخطر، في الحبس. وكيف ما قال رضا ولد الشينويه نيت والياس المالكي حتى هو خرج على السيطره، ها هو طاح في المشكل. الاخوان، امسيه سعيده.